الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا نادي الزمالك يخسر امام وادي دجله وسذاجه اللعيبه. لا تعليق على الاداء فتوح اللي انا اصلا بقول ده ما يلعبش في الزمالك تاني بعد المشاكل اللي عملها. سيف جعفر اللي ما كانش ليه ولا اي 60,000 لازمه في المباراه. طبعا يعني فيريرا ما زلنا بنقول والله انا على عدم اقتناع بهذا المدرب، زيه زي ريبيرو، زي حاجات تانية كتير. طبعا مش هنتكلم لسه، هنشوف ريبيرو. طبعا ريبيرو كمان رحل من شويه. طبعا لا تعليق ومبروك للمدرب محمد الشيخ. اخطاء ساذجه طبعا. غياب النهارده دونجا ومحمد شحاته كانوا مؤثرين لدرجه كبيره. عبد الله السعيد كتر خيره، يعني بيلعب جنب واحد مفيش. يعني سيف جعفر النهارده انا ما شفتوش. مبروك طبعا لوادي دجله. طبعا كمان غزل المحله بيفوز على الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كمان سيراميكا فاز طبعا الجوله دي على المقاولين العرب بهدف وحيد. والاهلي يخسر امام بيراميدز. وكان الاهلي والزمالك بيعلوا على بعض طبعا. هنشوف يعني خساره طبعا. كمان رحيل ريبيرو منذ قليل، لكن مش كل حاجه ريبيرو، مع كل الاحترام مش كل حاجه ريبيرو، لان احنا شايفين الاعلام بيقطع في ريبيرو جامد قوي. انت برضه عندك اللعيبه، يعني انت عندك اللعيبه امبارح كانت مع كل الاحترام 0-0. التكتيك 0. الكرات الثنائيه 0. الواحد ضد واحد 0. فلا تعليق طبعا على الدوري المصري. وطبعا المصري يستفيد ويفوز على كهرباء اسماعيليه باربع اهداف مقابل لا شيء، وينتزع الصداره من نادي الزمالك قبل الايقاف. وهنشوف بقى هيعملوا ايه في ال 15 يوم الايقاف دول. طبعا ده بالنسبه للدوري المصري. والدوري الانجليزي، ومانشستر سيتي يواصل السقوط ويخسر امام برايتون في اللحظات الاخيره بهدفين مقابل هدف. وطبعا كمان تشيلسي يفوز على فولهام. وطبعا صراع الصداره بينه وبين ليفربول. طبعا ليفربول فاز النهارده على ارسنال بهدف سيبوسلاي. كمان مانشستر يونايتد يضمد جراحه ويفوز على بيرنلي بثلاث اهداف مقابل هدفين. طبعا ده بالنسبه للدوري الانجليزي. طبعا برشلونه دلوقتي بيلعب، وباذن الله بعد الفقره هنتابعه. لكن هنتفرج طبعا، هنتابع امس مباريات الدوري الاسباني. وريال مدريد يفوز على مايوركا بريمونتادا كبيره وهدفين مقابل هدف. نجح طبعا اردا جولر وفينيسيوس بالعوده بعد ما كان الريال خسران متاخر بهدف وحيد. كمان الروخي بلانكوس يغرق في بحر التعادلات ويتعادل مع ديبورتيفو الافيز بهدف لمثله. طبعا كمان ميلان بيفوز على ليتشي بهدفين مقابل لا شيء. كمان نابولي بيفوز على كالياري بهدف صعب جدا، هدف وحيد للمباراه، ولكن ماشي كويس حتى الان نابولي. كمان ذئاب روما يفوزون على بيسا بهدف وحيد. كمان الدوري الفرنسي، وباريس سان جيرمان يفوز على تولوز ب6 اهداف مقابل 3. وكمان نيس يفوز على لوريان ب7 اهداف مقابل هدف. كمان طبعا الدوري الالماني مباراه كانت قويه جدا. بايرن ميونخ يفوز بصعوبه على اوكسبورج بثلاثيه مقابل هدفين. وطبعا ده طبعا كان جدول الجوله بتاعتنا. طبعا بقى نتكلم بقى يا اخوانا على الحوارات بتاعه النادي الاهلي امس. طبعا يعني الاهلي امس خسر امام بيراميدز، وكانت فرصه صعبه قوي. يعني مباراه كانت سيئه جدا للنادي الاهلي. طبعا لا تقل سوءا عن مباراه الزمالك النهارده برضو. فزلكه غريبه، كأن اللعيبه مش عايزه ريبيرو. هل يعني بدأ فيريرا كمان هو في المنحدر ده؟ شفنا امبارح مفيش جمل تكتيكيه، مفيش اي حاجه. حتى اللعيبه واقعه بدنيا، لعيبه النادي الاهلي. وهنشوف يعني يا ترى 15 يوم الجايين هيعملوا ايه. طبعا عايزين بقى نرد على التصريحات. طبعا عايزين نرد على شيخ اسامه حسني. شيخ اسامه حسني بيقول لك ان كله بيتكلم على ان الاهلي صارف. طب ما الزمالك صارف اكتر منه. كابتن اسامه، هو انت داري انت بتقول ايه؟ انت طبعا كده كلنا عارفين انت في قناه الاهلي ليه وعشان مين، فمش هنتكلم في الحته دي عشان دي حته شخصيه. لكن انت داري انت جايب اللعيبه بكام؟ انت جايب بس زيزو وتريزيجيه بمليار. زيزو وتريزيجيه بمليار. ده بالنسبه لاسامه. طبعا بقى اخوانا هنرد على الشايب الكبير بقى اللي هو عادل القيعي بيقول لك هو ليه الاسماعيلي والمصري ما بيلعبوش في القاهره؟ طب هو انت مع كل الاحترام، طب هو انت ليه ما بتروحش بورسعيد واسماعيليه؟ بعيدا يا عم عن بورسعيد عشان حوار الناس اللي ماتت الله يرحمهم. ليه ما يا عم ما بتروحش اسماعيليه؟ مش هقول لك يا عم ليه ما بتروحش اسماعيليه. فبجد والله عادل القيعي يعني انت ما تتكلمش على الحته دي. ده بالنسبه التصريحين اللي اتقالوا. طبعا مش هنتكلم على شوبير طبعا، لان في كلام ان شوبير
في اشكال بينه وبين كمال جبر، وممكن طبعا يرحل عن قناه الاهلي ويعود تاني لاون سبورت. فهنشوف الجاي ايه. طبعا يا اخوانا برشلونه الان بيلعب. طبعا كمان خبر على برشلونه وتجديد عقد الحارس الثالث بينيا 3 مواسم. وطبعا احنا اتكلمنا على تناقض الاعلام في حال تعادل الاهلي او خسارته، او حتى تعادل الزمالك او خسارته. يا جماعه اسمه الدوري المصري، يعني وارد ده هيخسر ووارد ده هيخسر. فنتكلم بحياديه شويه. النهارده الزمالك لعب سيء ماشي ويستحق الخساره، ما نتكلم على دي. امبارح النادي الاهلي استحق الخساره، كله حاطط على ريبيرو معرفش ليه، مع ان اللعيبه امبارح كانت سيئه السيء. طبعا ده بالنسبه للدوري بتاعنا. طبعا استعدادات المنتخب، وهنشوف بقى حسام حسن هيضم مين في القايمه اللي هتقابل اثيوبيا. طبعا بالتوفيق للمنتخب المصري. طبعا يا اخوانا يعني قبل ما نختم ما تنسوش تدعموا اهل غزه. ربنا يا رب يصبرهم ويرحم شهدائهم وينصرهم على من عداهم ومن خذلهم. طبعا يا اخوانا زي النهارده كانت ذكرى رحيل لاعب من اللعيبه المحترمه جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وهو اللاعب الخلوق المحترم محمد عبد الوهاب. طبعا دي كانت اخر اخبارنا. يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين، ونختم بخير ختام والصلاه والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خير التقدير والاحترام. السلام عليكم.